جاءنا الخبر السار، وهو خبر إدانة المسمى أو الملقب مول الحوت الذي أدين على خلفية الملف اللي كيتنصف فيه صديقي العزيز سي سعدون، اللي هو كان ضحية ديال التنمر وديال النزق وديال الخفة وديال انعدام الذوق وديال التجرؤ ديال هاد الملقب مول الحوت. اليوم يصدر الحكم ديالو في حقه القاضي ب5 أشهر موقوف التنفيذ، والأهم في ذلك هو الحكم بإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، كل قنواته، ومنعه من السوشيال ميديا بصفة عامة، من أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لمدة ديال 5 سنوات، تحت طائلة غرامة يومية إكراهية قدرها 200 درهم 200 درهم عن كل يوم تأخير. وأيضا الشيء الصار اللي كنشكروا عليه القضاء مدينة مراكش، الذي يظهر أنه الآخر انخرط بجدية في الحملة ديال زيرو تفاهة. أول حكم يعني كنستبشروا به خيرا، وكيعطينا الحافز وكيعطينا يعني التشجيع من أجل مواصلة حملتنا زيرو تفاهة، زيرو عاطفة مع المشوهين ومع البيدوفيليين ومع القزحيين ومع الشادين جنسيا ومع أصحاب المعاطية وأصحاب المحتويات الرقمية المخلة. التتمة ديال هذا الحكم ديال ضد هاد مول الحوت هو تبديد وإتلاف جميع الفيديوهات اللي كان يعني انجزها ضد سي سعدون، سواء الفيديو الأول اللي كيسيء به التراث ديالنا الدقة المراكشية، سواء الفيديو الثاني أو الثالث اللي كان كيتنمر فيهم وتيعلن فيهم يعني على الوقاحة ديالو، على يعني التجرؤ ديالو على قامة من القامات اللي هو سي سعدون. لم يحترم لا كبار سنه باعتباره في مرتبة الأب ديالو، لم يحترم كفاءته العلمية، لم يحترم يعني الخدمة العمومية أو الوطنية التي قدمها لبلده على طيلة 40 سنة، وتجرأ وجعله محتوى. وهذا أمر يعني خاصنا من كنا كمغاربة كنا ما خاصناش نتسامحوا فيه، وكنا ما خاصناش يعني نسكتوا عليه، يجب أن ندينه باستمرار. لكن خلية زيرو تفاهة التي بقيت واقفة في الميدان، ننوه بكل الأشخاص اللي كيعلقوا وتي تي 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 تيوبخوا هذا الشخص هذا مول الحوت على تصرفاته الغير المسؤولة، على خرجاته الغير المسؤولة اللي كتمس شرفاء البلد واللي كتمس قيم ديال المجتمع، اللي ضربت في الأستاذ والمعلم يعني قم للأستاذ وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لم يحترم، ضرب في هذا المبدأ، ضرب في رجل وطني غيور على سمعة بلده اللي هو سي سعدون، ضرب فينا نحن شخصيا كدفاع، وعاد جاي للشكايات ان شاء الله، يعني كيف انه كينعتنا بنعوت وكيدير لنا محتويات. وهذا كله كان تشجيع من طرف الاشخاص المشجعين لهذا النوع، لهذه المحتويات. ما تنساش تدير لايك وتخلي رأيك كيهمنا بزاف.